بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل للمرة الألف. لانسر 2014 آخر الشكل. الإعلان بتاع العربية بيقول إن العربية فابريكا، والعربية دي جاية من شبرا على فكرة. طبعا الناس اللي بتشتري العربية دفعوا عربون وجابوها على فرجة وقال لهم إن العربية فابريكا، وطبعا صاحب العربية ما جاش معاهم لأنه عارف العربية فيها مصيبة سوداء وفيها قطعية خلفية. طبعا الشغل في القوايم زي ما احنا شايفين، القوايم الخلفية في هنا شغل في رش وفي معجون. لما نرفع العربية هنلاقي العربية فيها قطعية خلفية. هنشوف كده مع بعض، نرفع العربية هنلاقي فيه قطعية خلفية أسفل السيارة. يا جماعة من فضلكم لو سمحتم أي واحد يكتب إعلان على العربية، طبعا العربية مفضوحة والشغل واضح والشغل معمول جديد لسه، والبوتامين جديد زي ما احنا شايفين، والفلوتو تحت ايدينا، وهنا في بوتامين نتيجة الشغل اللي موجود، والقطعية خلفية. العربية مش برفاهية يا جماعة، العربية طبعا صاحبها بيدفع فيها فلوس كتير جدا. عربية 2014 آخر الشكل، بياخدها بسعر ان العربية فابريكا زي الإعلان. طبعا الراجل برضه حاسن النية، ولكن برضه الراجل ده حريص ان هو جاب العربية بعد ما دفع عربون عشان يتفرج عليها. طبعا شفنا العربية لقينا العربية فيها قطعية أسفل السيارة، النص الخلفي ده كله طبعا متغير. طبعا في شغل في الامام في الحوض بتاع العربيه وفي فرج الشاسيه الاماميه، والقطعيه خلفيه، والعربيه رشه كلها بالكامل، زي ما احنا شايفين كده مع بعض قلب بوتامين جديد اهو. وطبعا صاحب العربيه في الاعلان بتاعه بيقول ان العربيه فابريكا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا غش وتدليس، نتقي ربنا شويه. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. ليس لنا فروع اخرى او ارقام اخرى او اسماء أخرى.